الكرة العرضية الراسية، جمال يواصل إبعاد الخطورة، يوصل الكرة، فرصة لكن بعيدة الكرة الماضية، كرة لحلو آخريب في اللقطة الماضية. من جديد كرة جزائرية، البحث على التمرير، فرصة وتدخل من جانب خالد قصبي، لا زالت متواصلة التصويبة، ضاعت عليه هنا التصويبة حمزة بوهدي، والكرة لا زالت لصالح المنتخب الجزائري. الحكم يشير إلى ركنية لصالح المنتخب الجزائري. حمداني إبراهيم، كرة من جديد لصالح المنتخب المغربي، تصويبة لعبت بشكل رائع. محمد الكوبي، انطلاق الراجي، حمزة الراجي في انفراد فيها 4 فلق، لكن الدفاع كان له رأي آخر. دانيال محديد ينقذ المنتخب الجزائري، هدف محقق. يا سلام يا بوهدي على التمريرة، يا سلام على الأسيست، وهنا قطع الكرة في الوقت المناسب، كان يبحث على لعب الكرة في الزاوية الثانية. المنتخب المغربي 3 ركنيات مغربية مقابل 4 جزائرية. حمزة الراجي في العرضية، بلال سقراط كاد أن يباغت الجميع، وهذا اللاعب محمد منصف. خروج الكرة لا زالت متواصلة، والإبعاد من جانب الدفاع الجزائري. يلعب المنتخب المغربي بشكل كبير على الجهة اليسرى التي تواجد بها حمزة الراجي، وأكيد هناك دائما صعود ليوسف جمال، أن تكون دائما التغطية على مستوى. من البحث عن المرور، فرصة إمكانية، حذاري تركوا له مجال التصويب، تركوا له مجال التسديد. بن أحمد كحيلي يسجل هدف الأسبقية لصالح المنتخب الجزائري في حدود الدقيقة 25. معليش زادت المباراة في بدايتها، أمام السعد عنترة يتحسر، لازال هناك وقت يا سعد، لازال بإمكاننا العودة في النتيجة، ولازم ما نتركوش مرة أخرى مجال التصويب للمنتخب الجزائري. المنتخب المغربي يشارك بمنتخب أقل من 20 سنة، وقت المنتخب الجزائري. كرة من جديد في إعادة للقطة التي منحت هدف الأسبقية للمنتخب الجزائري. لاحظوا هنا كان لازم يخرج بلال سقراط لحجب الرؤية وملء الزاوية، وعدم على الأقل ترك الفرصة للاعب كحيلي أنه يحصر كورته. لاحظوا خذ وقته الكامل، حصر كورته، صوب كرة مباشرة، جول في الشباك. لحظة الذهول، لحظة عدم تغطية، أسفرت على هدف أول لصالح المنتخب الجزائري. التصويبة الماضية مباشرة في الشباك، ولات خاصة الكرات الثانية للمنتخب الجزائري. دائما يكون لاعب ينتظر الكرة الثانية إما أمام خط 18 متر أو إلى المعترك. هنا لاحظوا تواجد في هذه اللحظة، انتظر كورتو، صوب، والكرة جول في الشباك. إبعاد لم يكن بشكل جيد من خالد قصبي. تكتمل اللقطة الماضية، عادت لقلالش، عبد الملك، وتمريرة في المعترك، فرصة هذا المرة حمزة، لازم يكون دائما ضغط على حامل الكرة. ممتاز، يحيى إيكيز انطلق، يحيى إيكيز مر حمزة الراجي، فرصة، كانت محاولة الهدف لولا الخروج. محمد منصف، تمريرة خاطئة، عادت مرة أخرى للحلو أخريب، كرة في الجهة اليمنى بالقواري، تدخل بلال سقراط، تمريرة كانت صعبة. الراجي الذي يقع للاعبي المنتخب ابتسم ان شاء الله. يحيى لكريم السعدي، من رجاوي الى رجاوي، هنا
حمزة الراجي. رجهم وصناعة الأفراح وعودة المنتخب المغربي. كنت تتفائل بهذه المحاولة هنا من يحيى لكريم. كريم لم يكن بخيلا وكان كريم ومررها لحمزة الراجي، لكن وحدها العارضة الأفقية التي تكلمت وأبت وحرمت. أفضل بكثير في عملية البناء. كريم كمان السعدي يسعد الأنصار. السعدي لاعب الرجاوي يؤكد حضوره بهدف التعادل في هذه المباراة. ممتاز ممتاز ممتاز، ولم يلمس الكرة. الكرة كانت بالنيران الصديقة، لكن عمل كبير من كريم السعدي هو سبب الهدف. لاحظوا هو الذي ساهم في هذا بطبيعة الحال ساهم في هذا الهفوة الدفاعية وفي هذا عدم التواصل والتفاهم بين المدافع دانيال محديد وحارس المرمى محمد الكوبي. وتمريرة كانت مميزة. نلاحظوا الدخول بشكل جيد في اللقطة الماضية وجديد في الوسط على مستوى الجهة اليسرى. رصيد 14 ميدالية، ودائما المغرب يحافظ على المركز التاسع. الجيدو هو من كان بطبيعة الحال على مستوى السيدات بالنسبة للمغرب على مستوى المشاركة المتوسطية في النسخة العشرين. كرة جزائرية، البحث عن المرور في وسط الميدان مع بن عمر. بن حمد يمر هنا العرضية لكن بعيدة. وصرنا نشاهد كجناح عوض كراس حربة في كثير من الأحيان في هذا الشوط الثاني، في انتظار التغييرات التي من الممكن أن يقدم عليها لودوفيك باتيلي في الدقائق القادمة. لازم تكون هناك ضغط على حامل الكرة، ما يتركوش اللاعبين الجزائريين يقوموا بالبناء بشكل سهل، ودائما يكون هناك لاعب مع الأكاديميات هي من تتكلم عن أكاديمية محمد السادس، تتكلم عن أكاديمية الرجاء، أكاديمية الوداد، أكاديمية الفتح، وأكاديمية نهضة بركان، وأكاديمية كذلك الجيش. دخول عادت من جديد لصالح المنتخب الجزائري. حداري ترزوت سعد عنترة في المكان المناسب كبير في الفيصل بين أقدام اللاعبين. الآن كرة بعيدة بوزياني، هذه كورتك يا سعد يا عنترة. ضربة خطأ لصالح المنتخب الجزائري. صلاح الدين بوزياني في تنفيذ الخطأ. صعود 7 لاعبين من المنتخب الجزائري داخل المعترك. نتمنى تمر سلامات، ولما لا نقوم بهجمة مرتدة لأنه لاعبي المنتخب الجزائري في هذه اللحظات. راقب الجدار يا محمد يا منصف، راقب الجدار واترك المهمة لباقي الزملاء. صلاح الدين هناك هامش. كانت أشواط إضافية، كانت ستكون عندنا فرصة كبيرة أن نمر للمباراة النهائية بحكم أنه بدنيا كنا أفضل في الشوط الثاني من المنتخب الجزائري. على أي قانون المسابقة وبعد التعادل احتكام لركلة الترجيح بشكل مباشر. حمزة الراجي تسجيل الركلة الأولى مهم جدا. الراجي ومحمد والراجي في شباك، كرة جول في شباك. حمزة الراجي يضع الكرة بإتقان، الحارس في جهة والكرة في جهة، يخضع الحارس محمد الكوبي. هنا تصويبة بذكاء وبفرجة بن حمد كوحيلي. سعد عنترة وبن حمد كوحيلي. بن حمد سعد عنترة ممتاز رائع فنان، يا سلام عليك يا سعد يا عنترة. يسعدنا بهذا التصدي، قرأ بشكل صحيح، انبر لها بطريقة رائعة. هنا التصدي أتى في الوقت المناسب. يا سلام يا سعد يا عنترة. الحارس الرجاوي يؤكد حضوره، والكرة الثانية سيكون من ورائها محمد منصف. لم تنصفك الكرة في المباراة، هل تنصفك في ركلات الترجيح يا محمد منصف في التنفيذ. محمد منصف في التنفيذ أمام الحارس محمد الكوبي.
أي محمد ستنصف الكرة. محمد منصف كرة جول في الشباك بطريقة رائعة، لا تصد ولا ترد في الزاوية 90. محمد مسلم أنطوف شباب قسطين، لاعب شباب قسطنطينة. أنطوف مسلم أنطوف لاعب شباب قسطنطينة. الركلة الثالثة أنس بن عمر، أنس بن عمر بشكل جيد يضعها في الشباك 3-1. سجل الراشي لاعب نهضة بركان، وسجل كذلك ركلة ثالثة للمنتخب الجزائري في التنفيذ. بودربالة اتحاد العاصمة أمام سعد عنترة لاعب الرجاء وحارس مرمى الرجاء الرياضي والمنتخب المغربي. بودربالة في التنفيذ أمام سعد عنترة. محمد بودربالة تابع بشكل جيد. 3-2 لا زال التقدم لصالح المنتخب، لكن يجب أن تقع في المباراة من خلال ركلة الجزاء. عبد الغفور لعبها بشكل ضعيف، نتمنى أن سعد عنترة يتصدى للركلة القادمة، على الأقل كل لعبها بقوة كانت ممكن تدخل الشباك. هذه سهلة يا عبد الغفور. على أي كوراري لعبها سعد عنترة، يتقدم صلاح الدين، كرة جول في الشباك. تعود الأمور إلى نقطة البداية عند المنتخب الجزائري للمنتخب المغربي. من سيسدد الركلة الخامسة؟ ولعبها بقوة يا حمزة، ولا تترك مجال للتصدي لحارس المرمى محمد الكوبي. حمزة بوادي تسرعت يا حمزة، ما أخذتش وقتك يا حمزة، تسرعت يا حمزة. ليس هناك وقت مطلوب أن تنفذ به أو تنفذ خلاله الركلة. أعتقد سأشاهد إعادة من كان الحارس ضلت قدمه بالفعل، لأن التصدي سليم، قدمه لا ضلت في الخط إلى حين تسديد الكرة. ركلتين أخيرتين لم تكونا بشكل جيد.